السلام عليكم. أول شي نصلي على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ إنه نسوي الرقبة مال الفستان بطريقة كلش مميزة وسهلة. أول شي راح نجيب قطعة قماش تقريبا عرضها 30 سنتيم والطول تقريبا 40 أو 45 سنتيم أو أقل أو أكثر حسب الحفرة مال يعني حسب الحلق مال الزبونة. يعني ممكن تكون سمينة أو ممكن تكون كلش ضعيفة فيفرق القياس. راح أعدلها وأسويها بشكل مستطيل. بعدين شوف إيش راح نسوي. هيك راح نخليها عدل، راح نقلبها على الوجه يعني وجهها على الوجه. بعدين بهاي الطريقة الثانية، الخطوة الثانية يعني هيجي. هسه راح أجيب دنابيز ولازم تتثبت حتى ما تتحرك عندنا، ونجيب قلم إنه نرسم بيه شلون تكون، إيش قد نريد الطول مالها. أنا ما أريدها كلش طويلة. تقريبا 6 سنتيم 7 سنتيم نزلت كافي. بعدين هيجي وما راح ناخذ الزاوية. إصبعين ننزل من عندها أو سنتيمين. أنا أريدها بهذا الحجم. طبعا إذا تريدوها أطول لازم تكبروها أكثر وتنزلون هاي الزاوية مالتها أكثر. هسه أكيد لازم بالدنابيز لازم نثبتها حتى ما تتحرك. بعدها راح نقصها وأخلي تقريبا سنتيم مال خياطة. هذه الطريقة اللي تكون من الرقبة، يعني من بدايتها مفتوحة، مو تكون هاي المغلقة، لا المفتوحة، يعني نفس صورة هاي الفستان. خليت لكم اياه. هسه صارت عندنا قطعتين. راح نخلي الخيط الأبيض أكيد، وراح نخيط الزوايا بحيث من نقلبها ما يبين عندنا خياط. وهاي القطع يعني رقبة العادية من عندها اثنين، واحدة بلاصق والأخرى بدون لاصق حتى ما يصير عندنا ثخينة. هسه راح نكمل على الماكينة ونسدها من الطرفين، والطرف راح يكون عندنا هو مسدود. راح نبقي هذا الطرف الصغيروني مفتوح حتى نقلبها، وبعدين راح نخيطه ما يصير يبقى مفتوح. راح نفرغها، واكيد الزاوية نقص من عدها ما نخليه. نسوي الجهة الثانية. ثبتها بالدمبوز. بعدين راح نخيط من هاي الجهة والجهة الثانية هم. شوفوا هنا كلش فد شي مهم هسه راح نسويه. بعد ما راح نفرغ الكسرات ونشيل الزاوية، راح نفتحها بالمقص، راح نفتحها ونقلبها حتى تكون عندنا بشكل حلو. بس ايش قد تقدرون يكون عدل القصة مالكم. هذا عادي تبقى مفتوح من فوق. ليش؟ لأن احنا راح شوفوا احنا قبل لا نقلبها المفروض نخيط الصفحة. اني نسيت
فأنتوا خيطوها الصفحة هذه الصغيرونة حتى هي همينة تنقلب وياكم تكون نفس الجهة الثانية. المفروض بهاي الخطوة يعني قبل لا أغلقه بس نسيت صراحة. هي يحتاج إلى شوية دقة ويفضل كوي، بس ما كان عندي كهرباء يعني إنه أشغل الأوتي. فهسه راح أخيطها من فوق بس حتى تثبت. هاي اللي من فوق هي اللي راح تكون من جهة الأعلى للرقبة راح تصير، وهاي التقوس أكيد راح يكون للأسفل. هنا بس لازم حيل نثبتها زين حتى يطلع عندنا شي كلش مرتب وحلو. هسه بعدها راح نجيب الرقبة العادية، يعني اللي احنا نسويها بالفساتين العادية هي نفسها، بس راح نخلي هذولا بيناتهم. هسه راح نخلي وجه على وجه ونثبتها، لازم نثبتها يعني. صراحة شوية الكاميرا للأسف موقعها كان مو كلش مضبوط، بس هسه راح يطلع عندكم واضح يعني. هسه بس مجرد تثبيت يعني حنثبت جهة على جهة، ويكون أكيد وجه على وجه كأنما هي الصح راح تصير هسه. بالدنابز راح نثبتهم. وش راح نسوي هسه؟ راح أخيطه هاي الطريقة، سوي نشوف وجه على وجه وراح نخيط. بعدين راح أشيل الدنابيز وأجيب الجهة الثانية، أخلي همين الوجه على الوجه وأثبتها بالدنابيز زين. بعدين همين راح أخيطها. كلش تحتاج دقة حتى تطلع مرتبة. هسه همين راح نخيطها. هسه راح يصير عندنا هذا الهيجي اللي فوق باللبس راح يكون مزعج، راح يكون واقف، فاحنا لازم نعدل الأمر. راح نقلبه هيجي عدل، شوفوا هيجي لازم يصير هيجي مرتب. إذا احنا ما راح نخيطها هذه الصفحة راح يصير عندنا واقف، يصير كلش ما حلو. هسه راح نخيط هذا اللي زايد، هو مو زايد يعني مكان الخياط. راح نخليه على الجهة، وين؟ على الجهة اللي راح تصير جهة القماش اللي هتصير على الرقبة، على الجلد مال الرقبة. أو تتخيط همنا يصير إنه هذا الإضافة مال الرقبة نطلعها لي برا ونخيط اثنينهم على بعض. هسه احنا لازم نمسكها حيل زين بإيدينا حتى ما يكلكع عندنا وما يصير يبين هيجي مكان فارغ أو مخيط، أو لازم يكون عادل. ونسحبها
زين يعني. كملها كامل، وبعدين راح نقفلها من الجهة الثانية، ويفضل اوفر اكيد يعني، بس اني كهرباء ما كان عندي يعني ما كنت لحق اسوي. إن هاي مرحلة هم كوي لازم يعني تطلع كلش أرتب. هسه راح نرتبهم ونخيطها لازم، وخيطوه هيجي يميلوه على الاتجاه مالتها يعني حتى تطلع لكم صح، يعني لا تخلوها عدل وتخيطون راح تخرب، لا هي نفس ما هي على طريقة القصة مالها. شوفي هيجي اسحبي شوية ونعدلها على نفس الاتجاه يصير. هسه كملناها، راح نشيل الزايد. هسه راح نجيب الفستان ونركب هاي الياخة أكيد بالقياسات المطلوبة والشي المرتب أكيد، وراح نثبتها بالدنابيز وبعدين راح نخيطها. فشوفوا شلون شكلها صار حلو، كلش حبيت. لا تنسوا الصلاة على رسول محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. هسه راح نقول بسم الله ونجي نثبتها ويا الفستان. هسه طريقة التثبيت سهلة بس تريد تركيز. راح نخلي النص هاي المكان مال الرقبة المفتوح هو على نص الفستان، نص المكان مال الرقبة مال الفستان، وراح نثبتها بالدنابيز. بعدين راح اخيطها، بعدين هاي الشي اللي زايد راح يصير عندنا مال مكان مال الخياطة ما راح اخليه هيجي واقف، راح اخيطها على الفستان يعني. هسه راح تشوفون شلون حتى ما يكون عندنا يحك او يأذي الرقبة او يكون مو مرتب. طبعا اكيد بعد ما نكملها نضربها اوفر وخلاص ها هي. وراح نثبت اكيد بعدين تكملة اللي هي يكون قيطان او سحاب او دقمة او قيط، يعني شنو مطلوب من الفستان. هسه شوفي شلون صار هاي الوقفة شي زايد، راح ايش اسوي بيها، راح اقلبها بالخياط. تكون الجهة على الفستان. لا تملون، راح يصير كل شي تتمنوه إن شاء الله بخير وسلامة، وكل الله يحقق كل أحلامكم وأمنياتكم وتصير واقع. تحياتي لكم، ولا تنسوا من الدعاء لا تنسوني. مع السلامة.